حولت حياتي 180 درجة. تقول لا مش عايز حد زي كده، ما في فرق. فبتقول لا انا عايز المدرس ده معايا. ما أي شخص بياخد ترخيص. بيكون له اولويه عندك على حسب تقديره. كلام دش. بيبدا من الصفر. والريحة. ده ضد مصر، خلي بالك. اهلا وسهلا بيكم في تاني حلقات بودكاست من بعيد لبعيد. البودكاست اللي اتكلمنا فيه في اول حلقه على اسمه من بعيد لبعيد، هو شخص بعيد عنك انت ما تعرفوش بيحكي لشخص هو بعيد عنه ما يعرفوش عن تجاربه. النهاردة يعتبر حلقة خاصة ومهمة جدا، حلقة تهم كل المدرسين، كل الناس اللي بتفكر انها تسافر عشان تشتغل في مجال التعليم بجميع الوظائف بتاعتها. النهاردة احنا معانا مدير مدرسة، وهو المدير التنفيذي بتاع مدرسة رواد الزفرة. هيكلمنا ونسأله عن تجربته في الغربة، ونتكلم معاه عن التعليم في الإمارات، وكيف الناس اللي بتشتغل أو جاية تدور على تعليم في الإمارات. رحبوا معانا بالأستاذ أيمن. كيف حالك أستاذ أيمن؟ الحمد لله بخير. أهلا وسهلا أستاذ محمد، شرفتنا. الحمد لله بخير، الله يحفظك. اولا احنا شاكرين جدا ان انت اديتنا من وقتك الثمين، وبس انت كام سؤال على موضوع التعليم هنا في الامارات. اوكي. في اول سؤال كنت عايز اساله لك، هو لو في حد من المدرسين عايز يشتغل في الامارات، الموضوع بيكون صعب ولا سهل؟ تتوقف مسألة التعيين في وزارة التربية والتعليم. طبعا هم عندهم شروط ولوائح بيطلبوها من كل المدارس في حالة تقدم أي معلم للعمل في أي مدرسة خاصة أو حكومي، إنه يكون حاصل على التربوي. مجرد حصول على التربوي يتاح له الفرصة في العمل في المدارس الخاصة أو المدارس الحكومية. فالشرط الأساسي إنه يكون عنده شهادة تربوي موثقة من وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى أو أي بلد كان، تمام. وبالإضافة إلى اللي هو يكون موثقة من وزارة الخارجية الإماراتية. طيب لو ان في مدرس بره الامارات وعايز يدخل الامارات عشان يشتغل فيها كمدرس، ايه اول خطوة المفروض يبدأ بيها؟ آه، أهم شيء لازم الخطوة الأولى هي إنه يوثق الشهادات اللي عنده. يكون عنده خبرة. طبعا ده من الشيء المهم جدا، لأنه أي مدارس بتسأل من الخبرة إذا كان المعلم هذا عنده خبرة ولا لا. تمام. الحاجة الثانية حضوره الشخصي مهم جدا. ما ينفعش يعني بعد، ولا يقول لك أنا أبعت أوراقي وهو يتوافق عليه سواء أي مدرسة على أساس إنه يجي يشتغل في الإمارات. لا، لازم حضور شخصي، لأنه في معاينة اللي هي نحن بنسميها يعني درس تحضيري للطلاب. نعم. فلازم يعمل درس تحضيري علشان يعرفوا ان كان الشخص هذا يعني كفء او اهل. اهلا للدراسه او اهلا للتعليم ولا لا. او في حد مثلا لسه جاي من اي دولة، هل بيكون الخبرة بتاعته في بلده بتحسب له هنا، ولا بيبدأ من الصفر؟ تتحسب، نعم. بيتحسب له حتى نعم، في اي نعم، مجال كان. نعم. هل فعلا الشهادات الشهادات ايه اللي بيحتاجها عشان خاطر يكون هنا ليه أولوية في القبول؟ اولا الشهاده البكالوريوس او الليسانس، بالاضافه اذا كان عنده شهادات عليا فوق الاصل الليسانس اللي هي بسموها مثلا ماجستير او دكتوراه، بالاضافه لشهاده التربوي. تمام. في شهاده الدرجات في بعض الاحيان يحتاج لها. تمام. الدرجات اللي حاصل عليها في آخر شهادة جامعية. يعني مثلا لو حد جاب تقدير مقبول غير جاب تقدير جيد جيد جدا، بيكون ليه أولوية عندك على حسب تقديره. مظبوط. طيب بالنسبة الموضوع ده برضه بيشغل ناس كتير جدا، فكرة الايلتس، هل انت بتطلب من اي مدرس او الوزارة هنا او التعليم في الامارات بيطلب من اي مدرس فكرة الايلتس، ولا مش مطلوبة؟ سؤالك جميل جدا. السؤال الإجابة عليه راح تفرض هاي السنة، مم. السنة الجديدة اللي هي 26 27. ايوه فرض في الايلتس. بعض، نعم، في المدارس الحكومية في بعض المواد، في بعض تمام. المواد راح تتحول من اللغة العربية للغة الإنجليزية، فبالتالي لازم يكون حاصل على شهادة آيلتس. شهادة الايلتس. هذا بالنسبة لمعلم العلوم ومعلم الأحياء والكيمياء. اما بالنسبه التربيه الانجليزيه او اللغه الانجليزيه، لازم يكون عنده ايلس. بدون ايلس ما راح يحصل على اللي هو رخصه معلم او اختار التعيين. الرخص المهنية هنا في الامارات ايه نظامها، بتكون ازاي اي رخصه انت تسال عنها بالضبط؟ للمدرسين؟ ما فيش رخصه، هي انت بتقدم والمدرسه بترفع اوراقك لدائره التعليم والمعرفه، ودائره التعليم والمعرفه بتوافق عليه انه كان ياخذ يختار تعيين او رخصه معلم ولا لا. استاذ دايما، بما انك مدير تنفيذي لمدرسة مهمة وكبيرة هنا في المدينة عندنا، تقدر تقول لي كم عدد المدرسين تقريبا اللي انت اشتغلت معاهم او هم اشتغلوا عندك هنا في المدرسة لحد اللحظة دي؟
عدد المدرسين كتير جدا، تقريبا مثلا نتعدد كده. يفوق ال 150. طب ايه اكتر 3 مهارات انت بتشوفهم في المدرس ده فبتقول لا انا عايز المدرس ده معايا؟ اهم مهاره، مم. وهي اللي بتثبت جداره المعلم: السيطره على الصف. نعم. السيطره على الصف، ان يقدر لانك انت يسيطر. بتتعامل مع طلاب واطفال. بتدخل في بعض الاحيان، يعني انا بشوفهم في الكاميرا او بشوفهم في بعض الاحيان بكون ماري على الصفوف وكذا. بتلاقي مدرس، بتلاقي الهرج والمرج فيه موجود، وبتلاقي فيه مدرس الكل ساكت وعمال يبص عليه طيب. في السبوره. طب المدرس نفسه بيفرض ده بشخصيته ولا شخصية المدرس، بحبه للطلبة وان الطلبة تحبه شخصية المعلم هي اللي بتخلي الطالب يحب المعلم. يحب المعلم، سواء بقى يسكت معاه بالترغيب او بالترهيب زي ما بنقول كده، سواء ترغيب نعم. او ترهيب. طيب ايه الصفة التانية؟ انت قلت لي الصفة الاولى او المهارة الاولى. يكون متمكن أكاديميا، تمام. عارف هو بدرس إيه، مم. وعارف يبدأ بأي خطوة. يكون محضر درس قبليها بيوم: أنا بكرة حناقش موضوع كذا، حيكون عندي بعض الأسئلة. في مشاركات، لازم يكون في مشاركة، لازم في جروبات موجودة في الصف نفسه. طيب كده مهارة تانية، ايه التالتة اللي مثلا ممكن تشوفها في المدرس؟ في المدرس المهارة الثالثة: الهندام، طريقة اللباغة، طريقة إلقاء الدرس. في واحد بتلاقيه عنده شهادات عليا ومرت علينا وحاصل على دكتوراه، لكن ما يقدرش يوصل معلومة. بالنسبة للجزئية دي أنا ممكن أضيف حتة أنا شايفها مهمة. أنا شايف إن فكرة إن الشخص أو المدرس يكون عنده موهبة توصيل المهارة، ده أنا بحس هي ملكة عند الشخص. صحيح. بمعنى إن ممكن تلاقي حد حصل على درجة علمية كبيرة بس هو ما بيمتلكش مهارة أو موهبة توصيل المعلومة للطالب. ممكن تلاقي حد تعليمه متواضع أو يعني مش واخد شهادات عالية أو درجاته العلمية عالية بس عنده مهارة إنه يوصل المعلومة. صحيح. الكلام ده مظبوط، بتوافقنا مظبوط عليه؟ 100%. طيب في السيفيهات اغلبنا كلنا في جميع المجالات طبعا وبالذات المدرسين كل بيفضل يكتب في السيفيهات حاجات. انت رايك ايه اكتر اخطاء بتكون في السيفيهات مثلا بتاع المدرسين ممكن انت ما تلتفتش ليها او ما تاخدش بيها؟ لما نكتب لك في بعض الأحيان القدرة على ضغوطات العمل وما الأشياء هذه دايما بيكتبوها تحس ان هم في الكلام الزي كلام دش. لكن لا، ايوه. لما تلاقيه، أنا طبعا معلم مش باليوم وليلة أنت تقرر إنه الشخص هذا أوكي كفو إنه يكون معلم. لا، بياخذ 3 شهور أهم شيء. تمام. 3 شهور. 3 شهور. 3 شهور بيكون مداوم معنا وشغال معنا. بعد ال3 شهور بنثبت. طيب يعني نقدر نقول ان فكره الناس تقول لك اكتب في السي في ان انا كذا وبعمل، لا انت ما تحبش كده، انت عايز الشخص الطبيعي الحقيقي اللي هو فعلا في شخصيته بيقول عليها مظبوط. طيب ماشي، ايه السن بيفرق معاك ولا الكفاءه؟ السن ما بيفرق معايا، بالعكس أنا بدور على الكفاءة أكثر من السن. يعني حتى لو جالك شاب صغير بس عنده كفاءه كويسه وعندنا شباب موجودين لسه ما يعني يا دوبك في بداية العمر زي ما بيقولوا، ما وصلوا 30، أضبطوا يعني جدارتهم في العمل كمدرس وكمعلم. طيب نيجي لأهم سؤال كل المدرسين أكيد هيسألوه. الرواتب تقريبا بتكون مثلا فرنج من كام لكام؟ مثلا مدرسين مبتدئ المتخصص كده. شوف يا أستاذ محمد، كل مدرسة ولها رواتب، بتتوقف على حسب التحصيل الدراسي أو الرسوم الدراسية اللي بتحصلها المدرسة من أولياء الأمور. في مدارس بتحصل رواتب، أو بتحصل رواتب المعلمين بيحصلوا رواتب عالية جدا. تمام. مقابلها بتلاقي إنه الطالب بيدفع مبلغ محترم يعني. اه ففي فبتلاقي نعم، طبعا هي الرواتب بتبدأ من 2500 درهم، توصل عندنا في المدارس الخاصة لين 4000. دين 14. نعم. لكن طيب. بتلاقي مدارس ثانية لا، كبداية بتوصل من 10، بتوصل معك 18 و20. تمام. طيب احنا عارفين طبعا مجالات المدرسين وتخصصات كتيرة جدا في أكتر من مجالات. ايه أكتر مجالات انت شايفها مطلوبة حاليا في الإمارات كتير وكمان ممكن تكون مستقبليا هتطلب أكتر؟ ايه المجالات؟ المواد الأساسية: مم. اللغة الإنجليزية، الرياضيات، اللغة العربية، علوم أحياء. علوم أحياء. نعم. دول المطلوبين باستمرار. نعم، وبالإضافة للكيمياء. انا كنت عايز اضيف حاجه من عندي مش عارف صح ولا غلط، انا توقع مني، انا شايف هنا المستقبل اكتر الاي اي والحاجات اللي لها علاقه نعم، لها علاقة طبعا بالذكاء الصناعي وبالأمر ايوه. السيبراني. نعم. أصبحت مطلوبة، بس هي مادة واحدة. مم. مادة واحدة بس. طيب ايه الفرق ما بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي هنا من حيث كمدرس الرواتب بتاعته بتكون ازاي مثلا او الامتيازات ما بين ده وده، وبالنسبه برضه للطالب نفسه كتحصيل بتكون ايه الفرق؟
بالنسبة للطلاب طبعا المواطنين، إذا تكلمنا عن المواطنين في المدارس الحكومية هي مجانية. تمام. أما بالنسبة للطلاب اللي هو الوافدين المقيمين او أو المقيمين. الوافدين أو المقيمين، نعم، ايه. بتكون مع 6000 سنويا. تمام. ده بالنسبة للطلاب. مم. أما بالنسبة للمعلمين في نوعين من التعيين في المدارس الحكومية. مم. في تعيين بأجر يومي، وفي تعيين ثابت اللي هو بأجر شهري. تمام، اجر يومي او اجر شهري. طيب ايه الفرق ما بينهم برضو؟ الأجر الشهري سواء هو تكون عندك حاجة اسمها الأنصبة. مم. أي معلم عنده نصاب معين بيشتغل عليه، اللي هو مثلا 23 حصة أو 24 حصة في الأسبوع. تمام. تمام. فهو سواء اشتغل حصة واحدة أو اشتغل أربعة أو خمسة بياخذ المعاش كامل اللي هو المقرر أو المنصوص عليه في عقد العمل. تمام. أما بالنسبة للأجر اليومي على حسب عدد عدد الحصص الحصص اللي نعم اللي هو نشتغلها. بيدرسها. نعم. ايه الفرق ما بين المدارس الدولية والمدارس الخاصة العادية، يعني من حيث فرص الشغل؟ نفسه، ما في فرق مفيش اي فرق في اي حاجه خالص. نهائيا. طيب لو في حد عايز يجي هنا بسرعة، عايز يسافر ويجي بسرعة في أسرع وقت ويحصل شغل بطريقة سريعة شوية في مجال التدريس، تنصحه بإيه؟ يجهز اوراقه، يكون اوراقه صحيحه، بيحاول بقدر الامكان انه يوزع الاوراق في او يمشي بنفسه على اكبر عدد من المدارس. مم. يختار التوقيت الصحيح في تقديم السيره الذاتيه اللي هي السي في. مش يعني يجي لك في نص السنه يقول لك انتم مش عاوزين معلمين، او يجي لك في اخر السنه يقول لك انتم مش عاوزين معلمين. السنه بتنتهي. يعني التوقيت مهم، التوقيت التوقيت فعلا. المهم اللي هو مم. بيبدا من شهر 6 لشهر 8. من شهر 6 شهر 8 يبدأ الناس لا، يقدموا. من شهر 6. بداية من شهر 6. من شهر 6 لشهر 8 لانه استعدادات للسنه الجديده مم. لازم يكون الاستاف يكون كامل. دي فرصة لأي حد عايز يقدم يبدأ من شهر 6 لين شهر شهر 8 8. لانه الفرصه في مم. في الشهور الشهرين دول، مم. اوكي، بتكون اكبر من تمام. تكون بدايه السنه او نهايه السنه او نص السنه. طيب هي حاجة سؤال كده ممكن تكون عندك معلومة بيه. هل لو في تدريس خاص ده في الإمارات عادي مرخص هو عامه مش مرخص، مم. لكن نحن كمدرسه ما بنمنع المساله هاي. مم. اوكي. ولا بالنسبه للمدارس الحكوميه ممنوعه طبعا. هل ده بيعاقب طبقا قانونيا عليه ولا لا؟ يعاقب. يعاقب عليه قانونيا نعم. التدريس الخاص. نعم. طيب نيجي للسؤال الأهم، عايزين نعرف رحلة الأستاذ أيمن من بداية خلاص، إزاي بدأت في الإمارات وإيه سبب توجهك للتعليم، يعني لمجال بزنس التعليم بالذات؟ والله سؤالك انت حتخليني ارجع لورا خالص. ايوه ارجع خالص. هرجع لورا خالص. جدا. أيوة. طيب انا كبدايه ما لي خص في التعليم نهائيا ولا تمام. اعرف عنه اي شيء. ممتاز. نقطه البدايه كانت انا كنت اداوم في قياده العامه شرطه ابو ظبي، نعم. محقق في الشرطه. نعم. والبدايه كانت في 2005. جاني واحد من الاخوه الاردنيين جاي يفتح عندي، كان بلاغ، بتذكر ايامها كان بلاغ الشيكات، اللي بتفتح بلاغ الشيكات. نعم. فأخذنا أطراف الحديث وأصبحت بيننا فيه علاقة، يعني علاقة قوية، وكان كبير في السن هو، مم. يعني فوق ال 65 سنة. قال لي عبارة، العبارة رسخت في ذهني لين 2019 اللي هو التاريخ اللي اشتريت فيها المدرسة. يعني أنت بداية المجال ده البيزنس بتاعك كان في 2019؟ نعم. تمام. طيب، قال لي كلمة، مم. قال لي يا أيمن، في 3 أشياء في الإمارات عمرها ما تفشل. بقول له إيه هي؟ يعني بزنس بيشتغل في بيزنس. الإمارات. مم. 3 أشياء ما بتخسر نهائيا. شو هي؟ قال لي صحة وتعليم وبطنك. صحة وتعليم وتعليم. وبطنك، بطنك يعني الأكل صح يعني كده؟ أكل، الأكل. مطاعم، وإدارة تمام. صحيحة لل3. تمام. حلو. فدارت الأيام، ما دخلت في مجال تاني صراحة، مم. مجال اللاندسكيب، وكان يعني الحمد لله كان ناجح جدا. وهو اللي السبب اللي خلاني مثلا ايه، ادخل مدخول. انا من جيت كويس. داخل الامارات سنة مم. 2002 بالضبط، في بداية تمام. 2002 كان في جيبي 400 درهم بس. هل تصدق الكلام ده؟ أنا مصدق، بس أنا حابب الموضوع ده عشان الشباب يعرفوا إن لما حد بيوصل لحاجة مش هم عارفين إن مش بسهولة، بس لما نعم، بيشوفوا. مش بسهولة، لكن ايوه. الثقة بالله أول شيء، تمام. التعامل الطيب مع الناس. وأنا بحاول ما أخسر أي إنسان، أيا كان جنسية، أيا كان شخص، ما بخسره، لأنه حابص اللي قدام حلاقيه مرة تانية. صح. بكرة ححتاجه. فمن اللاندسكيب. من لاندسكيب لمدرسة التعليم سبحان الله جاء في لحظة أنا كنت قاعد في مطعم اه. باكل وجبة عشاء فول. فول. ايوه. تخيل يعني. على فكرة أنا بعدين كان في شخص موجود. آسف للمقاطعة، نعم. بس أنا عاشق والله للفول السوداني جدا.
والله فعلا. لا الفول السوداني غير والفول المصري غير. انا كنت باكل فيه فول المصري. والله. اي نعم. نحن عشاق المصريين والسودانيين طبعا عشاق طبعا. الفول. اخوات طبعا. فسبحان الله كان في السكيورتي موجود. هو المبنى مش كان المبنى ده، المبنى قديم انت عارفه المبنى طبعا. قديم، ايوه نعم. عارف. فهو كان شغال في المبنى القديم. امم. فقال لي يا ايمن المدرسه بتتباع. اقول له اي مدرسه؟ قال لي الطموح. كان اسمه الطموح. كان اسمها الطموح. امم. الطموح، مدرسه الطموح. انا فاكرها وين وعارفها بين بحكم العمل في الشرطه ايوه. والمعاينات، وقال اكيد. حافظ المدينه. وانت برضه يا استاذ ايمن انت شخص اجتماعي والله بجد يعني، الله يفتح عليك. بحكم معرفتي ليك يعني الله يفتح اجتماعي عليك. جدا ما شاء الله الله يفتح عليك. عليك. امم. فرحت سبحان الله لفيت على المدرسه من بعيد من برا. الدنيا كانت في الليل الساعه 11. أمم. فلما رحت بالليل احط راسي انام اتذكرت كلام الراجل هذا 2005 اللي قال لي عليها من 2005. قال لي ايمن اه 3 اشياء ما بتخسرش نهائيا، او تيجي 3 بزنس ما ما بيخسرش نهائيا. بتصيرش ابدا. من ايوه. ضمنها كان التعليم. ف اللمبه اشتغلت او ولعت زي ما بقول اللمبه كده. ولعت اللمبه اليوم ده. ولعت. ما نمتش بالليل، ما جاناش نوم نهائيا. ايوه. فاضطريت انه انا اروح تاني يوم الصبح وابص على المدرسه. كانت قديمه جدا، ايوه. تعبانه جدا، وقايله كارثه. للسقوط. أمم. فدخلت بقلبي قلبي. ودي من اسباب النجاح. الشخص اللي بيدخل بزنس ما يخافش، ايوه. يتوكل على الله ويعقلها. تمام. اندفعت ملايين، لكن في ورقه. انا مسميها ورقه. مدرسه هي عباره عن ورقه ايوه. لترخيص، طبعا. انك تاخذ ترخيص ومبنى. تمام. ثاني يوم رحت على المدرسه. تمام. اول ما دخلت المدرسه قابلت واحده من الموظفات، دلوقتي راحت يعني أمم. لبلدها وكذا. بتقول لي انت حتشتري ولا حتتعبني معاك؟ فبقول لها يا اخي النصيب يعني رزق. فانت ايوه. لو متضايقه انه انا مثلا يعني انا عاوز اخذ معاينه داخل المدرسه، اشوف المعاينه. وحقك. المدرسه ايوه، المدرسه حالتها هي من جوا، انت بتشوف من برا صح. صح. فسبحان الله اخذت اللفه وكذا. عموما في النهايه اخذ النصيب سبحان الله. اشتريتها طبعا. وانا خايف، والناس بتتكلم يا استاذ محمد. يعني بيقول لك ايمن انت كيف واخذت المدرسه بمبلغ كبير، والمبلغ ده ما بيستاهل. المدرسه دي آيل السقوط قديمه صار لها اكثر من 40 سنه. يعني كلام. بس الحمد لله اخذتها وتوكلت على الله. ما خفتش بصراحه. انا خفت والله الصراحه. ايوه ريسك خفت، كبير عليك. لكن انا مسنود بين الله سبحانه وتعالى. تمام. الحمد لله. وبدات في المجال. وبدات في المجال وانا ما اعرف اي شيء. الاشخاص اللي وقفوا معايا وانا يعني صراحه موجودين معايا لليوم هنا معايا في المدرسه، هم اللي كانوا سند. أمم. اعمل كده وده ما عملتش كده، ده سبحان كده الله. صح وده كده غلط. طيب انا كنت عايز اعرف دي نقطه التحول يعتبر صح، او ده اصعب قرار نقدر نقول اللي عندك قرار تاني اصعب من لا دي؟ في اصعب. طيب اديني يلا ايه اصعب قرار خدته في حياتك المهنيه كلها لحد النهارده؟ اصعب قرار اخذته في حياتي المهنيه. هبدا لك من ورا شويه. يا ريت. هرجع لك من ورا شويه. انا من عمري 13 سنه عمري ما مديت ايدي على جيب ابويا. اه. ما فيش حد صرف عليه الحمد لله. كنت بشتغل. تخيل انه بعد الدراسه في المرحله الاعداديه بفتح بيبسي عشان اعيش. بتبيع بيبسي؟ اه بفتح البيبسي في كشك. كشك بيبسي. اه. تمام. وشويه شويه تعلمت شغل الكهرباء. حلو. يعني انا بشتغل كهرباء صناعي، ممتاز والله. وفي نفس اللحظه انا بدرس في جامعه. ما وفي شاء درس في الله. جامعه القاهره فرع الخرطوم، نصها، والنص الثاني اللي هو كان جامعه النيلين. تخصص ثاني. تخصص قانون، كليه قانون. القانون حقوق. كلية حقوق تمام. ايوه. فتخرجت منها، واول ما تخرجت من جامعه النيلين انا تعينت في النائب العام. اللي هي اشتغلت وكيل نيابه، اللي هي النيابه العامه عندك في اللي هي مصر. النيابه العامه. ايوه. تمام. اشتغلت فيها سنه و7 شهور في السودان. في السودان. اللي هو كانت بسموها نيابه الخرطوم وسط. كنت شغال ما بين يعني سعيد ومش سعيد. فكانوا الشباب يجونا هنا. القرار اللي جاء كان ايوه. الشباب زملائي اللي في العمل او زملائي في الدراسه كان بيجي يحضروا اللي هو القضايا في مم. المحاكم. اوكي. وبيجوا من عندي شويه بريحوا زي ما اقول، يشربوا شاي. يقول لك يلا نروح لايمن. انا كان عندي مم. لقب. ايوه ايوه. لقبي ايمن اسيوطي، يقول لي اسيوطي. ايمن اسيوطي. نعم. بس اسيوطي ده مصر خلي بالك. مصري اي نعم. من الاصول مصريه انا. انت اصولك مصريه نعم. ما شاء الله. نعم. تمام طيب. ف ف ف فكان يقول لك يا اخي نروح لاسيوطي نقعد مم. معاه. اوكي تمام. نشرب لنا شاي وكذا. فاجوا في يوم من الايام قاعدين معايا وكانت الدنيا فاضيه وما فيش حاجه في النيابه وكذا. طلبوا شاي كالعاده. قال لي من انت ايه اللي مقعدك في النيابه؟ بقول لهم عمل.
وسلطة. مم. قال لي يا أخي السلطة خلاها تولي، لكن كعمل كعلم أنت محصور في 185 مادة فقط. إيه اللي بيخليك ال فسرها لي. 185 مادة اللي هي 185 مادة القانون الجنائي؟ النيابة العامة مختصة في القانون الجنائي فقط، اه. ما لها خص في القانون المدني ولا القانون الأحوال الشخصية ولا قانون الشركات. حلو التعبير. حلو تمام. حلو. فقال لي يا أيمن أنت محصور في مكان في مم. 185 مادة، ما راح تكون عندك أي طموح للمستقبل. تمام. فحاول اطلع من الموضوع اللي انت عامل فيه. سبحان الله انا رحت في اليوم اللي بعده قدمت تمام. على انه اعمل دكتوراه وماجستير في دولة خارجية على حساب الحكومة السودانية. تمام. فرحت وقدمت، اتوافق عليها في نفس اليوم. قدمت سبحان طلب الله. وتوافق عليه في نفس اليوم، لكن عرفته بعد شهر، لانه كنا بنروح نصرف الرواتب مم. في قلب الخرطوم، ونحن على بعد بعد عن خرطوم شوي. يعني شوية بس مش مم. كثير، يعني شيء ربع ساعة أيوة. بالسيارة. تمام. فتوافق عليها. فسبحان الله توافق عليها، وفي النهاية أرسينا على اللي هو الأردن. الأردن. إنه أروح أعمل الدكتوراه بتاعتك الدكتوراه والماجستير في والماجستير في الأردن. الأردن. في الأردن. تمام. وسافرت على الأردن. أنا معي $500 مم. تذكرة طائرة، ورحت على الأردن. كملت في الأردن لليوم ما جت الموافقة. يا الله. لحد النهارده على الماجستير والدكتوراه. لا، ما عملتش لا ماجستير ولا دكتوراه. لا، تمام. نهائيا. فأنا منتظر، عمال انتظر. سبحان الله. نقطة التحول، نرجع لسؤالك، ايوه نقطة نقطة التحول التحول. اضطريت في النهاية انه يعني من كثرة اللي انا بروح كل يوم السفارة بسأل يا جماعة الموافقة اللي هو الموافقة المادية، نعم اللي ايوه. هو الاعتماد المالي لانه يدفعوا للجامعة وانا اداوم، يعني عندي تمام. قبول موجود. فسبحان الله من كثرة الرايحة جاي رايح جاي رايح جاي، في النهاية القنصل قال لي اقول لك شيء، مم. عندك واحد من خيارين. طبعا بعد ما حصلني انه انا اشتغل في نفس الشقق اللي كنت شغال ساكن فيها، الفلوس اللي عندي انتهت. مم. $500. انا قاعد 3 شهور على $500 لو انت في الأردن. وانا في الاردن. تمام. خلصت ال $500. مم. الشخص اللي كان في الريسبشن كان من الجنسيه السودانيه ايوه. وراح يتزوج. فقال لي يا اخي شو رايك انا تقعد مكاني، انا حروح بس شهر واحد اتزوج وارجع، وحكلم لك صاحب البنايه اللي فيها تمام. الشقق اللي ساكن فيها، وخليك قاعد فيها في الريسبشن. ريسبشن. ولما ارجع انا تاني، وعلى الاقل انت موجود وساكن مجان وما ايوه. عليك الا انت تاكل وتشرب بس. فوافقت. مم. في يوم من الايام يصدف انه القنصل يجي في نفس الشقق هذه بيزور واحده من المرضى، لانه دائما المرضى السودانيين كانوا بيجي يتعالجوا في الاردن. نعم. فشافني في الريسبشن، سالني قال لي انت شو بتسوي هنا يا سعاده المستشار؟ اوف. يعرفك. نعم يعرفني، ما شافني كثير، انا عمال اروح واجي إيه. على السفاره. بقول له شغال. كيف؟ قال لي تشتغل هنا. أنا شغال يا عم. قال لي بكره تجيني السفاره. مم. بعد 8 ايام حتى يعني حصلت السفير. ليه؟ تمام. رايح في اجتماع، طلع مم. برا اكيد في ما واجبات اعرف وين، وبتبقى ايوه. المهم في النهايه حصل. قال لي يا اخي عندك واحد من خيارين، يا تشتغل معنا هنا في السفاره، يا ترجع السودان بكره وعلى حساب على حساب حساب السفارة السفاره. السودانية ايوه. بقول له لا بشتغل. قال لي خلاص، نحن عندنا كميه من السودانيين موجودين في سجن معروف في الاردن اسمه سجن الجويده. جويدة. الجويده. مم. فكان في كميه من اللي هم كانوا ايام العراق وحصلت مشاكل العراق، ايوه. فدخلوا على الاردن، مم. استقروا في الاردن وخالفوا في الاردن، فهم مخالفين اقامه. تمام. فانا بدي لك على كل اسبوع طايرتين، في طايرتين موجوده في كل طايره بدي لك 5 مقاعد. تمام. يعني في الاسبوع باخذ 10 مقاعد، تسفر لي 10 مساجين، وكل ترجعهم راس السودان ارجعهم وترجعهم على السودان. الأردن. نعم، اعمل تمام. اجراءاتهم بس. مم. على كل راس تاخذ $50. حلو. قلت له موافق. قال لي خلاص. حولت حياتي 180 درجه. في ايوه. لحظة أنا كنت بنام مع واحد في غرفة، غرفة. غرفة 3 في 3. ايوه. أوكي. والريحة بداية الكفاح دي خلي بالك أيوه. ايوه. والريحة وأكل يا على الجد على مظبوطة الجد زي ولا؟ ما بقولوا. اتحولت على 180 درجة. لا اليوم ما. اللي بعده أنا كنت لابس بدلة فول سوت، السيارة هيئة دبلوماسية. وين ساكن؟ في منطقة ما بعرف إذا كان أهل الأردن لو شافوه الفيديو. اه. أوكي. في جبل بيسمونه جبل النزهة. جبل جبل النزهة. النزهة. جبل النزهة في الأردن. ايوه جبل منطقة النزهة كويسة. لا، تعبانة جدا. ايوه.
تعبانة آه. جدا. مم. فرحت المكان في منطقة تانية اسمها الشمساني. الشمسانة تمام. منطقة راقية جدا، مم. والمباني اللي فيها راقية جدا. سكنت هناك على حساب السفارة. تمام. ادوني زي استديو كان جميل جدا في منطقة راقية. فتحولت الحياة سنتين على هذا الشكل. طبعا انت في الفترة دي بتدعي يا رب كتر من المساجين صح؟ نعم. ليه ما فضيت السجن السجن كله كامل فضيته كله. بالكامل؟ قال لي يا اخي اتحرك من هنا روح على سوريا. تمام. روح لسوريا، هناك في سجن اسمه الخالدية، تعمل معهم نفس الشيء. حلو. واشتغلت في سوريا، اخذت فيها 7 شهور وخلصت. جيت وين؟ على الامارات. مم. جيت على الامارات. مم. جيت على الامارات انا بعد ما خلصت، الجماعه جا قالوا لي ايمن خلاص، يعني انت مش معين، انت مش دبلوماسي تمام. ولا تعيين جاي من الخارجيه، انت مم. تعيين داخلي تمام. من داخل السفاره، يعني براني زي ما بقول الجماعه. مم. فالسجون خلصت والدنيا حلوه والحمد لله. تمام. فالله معك، الحمد لله. خذ كرتونتك والله معك. اخذت الكرتونه مم. واتخذت قرار انه ارجع مره ثانيه لان وظيفتي موجوده، ما تمام. زالت موجوده. مم. فبتصل على اخوي، اخوي موجود هنا في الامارات، مم. اخوي الكبير اسمه مروان. مم. قال لي لا، لا تروح انت لا تروح، لا ترجع السودان. تعال عندي، انت لسانك حلو وبتعرف الناس ولبغ، يعني بتدخل على الناس سريع. حاول تجرب حالك هنا، مشي الحال اعمل لك انا زياره، ما مشي الحال كان بها، ما مشي الحال ارجع لوظيفتك. تمام. سبحان الله عمل لي فعلا الزياره. وجيت على الامارات، نزلت عنده في العين، رحت قدمت على الشرطه. في لحظه من اللحظات سبحان الله. انا تعينت في الشرطه في خلال شهر ونص. طيب في سؤال مهم وعايزك تجاوبني عليه بصراحة. ايه الفرق ما بين التعليم هنا في الامارات والتعليم في مثلا مصر او السودان او البلاد العربية كلها يعني؟ سؤالك جميل. مم. دولة الإمارات تهتم بموضوع التعليم ده بالمستوى الأول. تمام. في إمكانيات يمكن ما تحصلها في البلدان الثانية، من ناحية بنية تحتية، من ناحية وسائل تعليمية، ممكن تلاقيها هنا ما بتلاقيهاش في البلاد الثانية. كمستوى تعليم. كمستوى تعليم، كبنية تحتية، كوسائل تعليمية. يعني في وسائل تعليمية بتلاقيها مثلا برا، بتلاقيها في الجامعات، في حين إنه هنا بتلاقيها في المدارس الابتدائية. مم. فده الفرق. طيب لو في مدرسين جداد لسه واصلين هنا او اتعينوا بدأوا تعيين جديد، ايه الاخطاء اللي ممكن يغلطوا فيها اللي يخلي مثلا مدير زيك يبدأ يستثنيهم او يقول لا مش عايز حد زي كده؟ ايه الاخطاء اللي ممكن يقع فيها المدرسين الجدد؟ أمم، آه، الاندفاع. يعني ممكن يقول لك انا يحاول يشكر نفسه اكثر زياده عن اللزوم، وفي الواقع يكون لا. يكون الجهل. لازم يكون قوي الشخصيه، واثق من نفسه هو كمعلم. ولما يدخل حصه تحضيريه، لو اول حصه محاضره بيعملها، لازم الحصه دي يكون هو متمكن فيها، لانه هي بتدي القرار انه الشخص ده بكره حيداوم معنا ولا لا. يجي ممكن يقول لي يكون عنده تقدير للذات، يعني مقدر ذاته صح بدون ما يبالغ او بدون ما بدون منطق. تمام. طيب في حد عايز يفتح مدرسة في الامارات، ايه اول خطوة يبدأ بيها في البيزنس ده؟ مدرسه في الامارات اول خطوه هو لازم ياخذ موافقه من دائره التعليم والمعرفه. مم. دي صعبه جدا شويه، فيها صعب. صعوبة، فيها مم. صعوبة نعم. فيها صعوبة لأنه ما أي شخص بياخد ترخيص. مم. لازم يكون عندك خبرات سابقة في مجال التعليم. احنا في البودكاست ده يعتبر بنستضيف فيه اغلب الناس مديرين او ادارات او شخصيات في اداريه عليا. طبعا انا متاكد ان كاداره مدرسه دي حاجه صعبه جدا، بالذات انا عارف المدرسه، انا يعني المدرسه انا مش عارف فيها من الكي جي وحلقه اولى، يعني اللي هي صفوف الصغير اللي فيها الاطفال المتعبين. ايه اكتر تحديات بتجاب لك كمدير في مدرسه فيها طلبه صغيرين زي كده؟ طيب، شوف يا أستاذ محمد، في أي مصلحة حكومية أو مصلحة تجارية كل شخص له مختص. تمام. ودائما لا تحاول إنك أنت يعني تحمل الضغط زيادة عن اللزوم، تحاول تقسم المهام. يعني بمعنى دلوقتي يعني احنا عندنا زي ما قلت انت في عدة أقسام عندنا. قسم مثلا الروضة، في شخص مسؤول عن قسم الروضة، هو المسيطر، هو المدير. تمام. تروح على قسم البريطاني، نفس الشيء، في مدير مدير لكل مختص. قسم. قسم البنات في مديرة مختصة. قسم البنين في مدير مختص. قسم التأسيسي في قسم، في مديرة أو رئيس قسم هو مختص. المختص. مم. كل واحد له مختصاص. لو أنا أو مدير المدرسة مم. وهو يحاول ياخذ الحمل هذا كله على راسه، ما راح ينجح، ايوه. حيفشل.
يبقى انت توزيع توزيع المهام المهام، الاداريه كل شخص اتفضل. عنده مهام يقوم فيها. طيب هل التعليم في الامارات بقى بس عباره عن بيزنس ناس بتكسب منه فلوس، ولا اللي بيبقى فاتح البيزنس ده في رساله فعلا هي حقيقيه؟ رسالة رساله. في البدء، تمام. أهم شيء. حتى لو بيكسب منها مش مشكله، اكيد نعم، طبعا كل واحد بيبقى أنا عايز ربح. بسميها أجر وأجرة. اجر واجره بمعنى. أجر، أنت بتاخذ، أنت تعليم، بتعلم إنسان يكتب له في قبرك لأن تقوم الساعة ما دام أنت علمت إنسان. تمام. وأجرة في نفس اللحظة إنك بتحصل مكسب مالي أو مادي. طيب استاذ ايمن، بكل صراحه تقييمك ليا كمقدم بودكاست تديني كم من عشرة؟ 8.5. ماشي. وانا قابل بيها كويس 8 ونص. 8.5. انا بشكرك ليه؟ جدا. ليه؟ طيب اتفضل. لأنه لو اديتك 10 من 10 مم. ما راح تطور نفسك، صح. فلازم أنقص لك من الأجر. والله 8 ونص انا راضي بيها جدا على فكره، والله حلوه كتاني بودكاست ليا، حلوه جدا يعني، بشكرك عليها. لكن كأسلوب أنا صراحة الله ممتاز. يخليك. طيب احنا بنشكرك جدا في نهايه البودكاست على وقتك الثمين والمعلومات الحلوه، وربنا يجعلها في ميزان حسناتك واجر لك كبير. وفي نهايه البودكاست ده فيه كل معلومات لاي حد حابب يشتغل في مجال التعليم، وبنشكر الاستاذ ايمن، وان شاء الله نقابلكم في بودكاست تاني. سلام.